بنسمع الفترة اللي فاتت عن ناس أخدوا حقن التخسيس وجالهم حالة اسمها شلل الأمعاء. كويس. عايزة أعرف الكلام ده حقيقي ولا ده ترجمتهم شخصيا للي حصل؟ طيب في كلمة واحدة، حقن التخسيس عشان يبقى كلام محدد، في حقن موضعية لإذابة الدهون، وده مش الموضوع اللي بيجيب أي حاجة وده حاجة دي للشيبنج، قصة تانية خالص. قصة تانية خالص. لكن في حقن اللي هي سيستمك اللي بتتاخد بشكل يومي، وبعدين بقى في تطوير ليها بشكل أسبوعي، ودي بتشتغل على الشهية وبتقلل الشهية وبتقلل الأكل عموما، وبالتالي على مدار الأسبوع ممكن الوزن ينزل شوية وبتساعد في إنقاص الوزن. هي دي اللي ممكن نتكلم فيها. هي الحقن جزء كبير من شغلها بيعتمد على قفل الشهية وتقليل الأكل، وكمان تقليل حركة المعدة شوية وتقليل الهضم شوية. حلو. وبالتالي مؤكد ان لو اخذنا جرعات اعلى من الطبيعي شويه، يبقى حركه المعده هتقل بشكل زياده عن اللازم، اللي هم بيسموه شلل المعده او شلل الامعاء. بس هو انا شايف الكلمه دي بتخض اكتر من الطبيعي شويه. هو ممكن يسبب عسر هضم، يسبب انتفاخ في البطن، ميل للقيء، الهضم مش شغال كويس قوي، بعدين امساك شديد، ما بخش الحمام لفتره معينه، ويمكن تقلب بعد كده لما الاكل ينزل من المعده يسبب بقى ضياريه واسهال مره كده اكسيدنتال. الكلام لا يرقى لكلمه شلل المعده، فانا بشوف ان كلمه شلل المعده والامعاء هو مصطلح اضخم من السايد افكت اللي ممكن تعمله الحقنه. امال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كان يعني ممكن ايه اللي أقول خلى الدكاتره لما بيروحوا الناس دي الطوارئ بيقولوا لهم انتوا عندكم شلل في المعده؟ يمكن البروتوكول العلاجي للحاله دي او العلاج بيشبه لكده، ويمكن الدكتور بيقول اللفظ بشكل مش متخيل انه هيخض المريض قوي كده، لكن هو فعلا الهضم بيكون بطيء جدا جدا، بيكون فيه اعراض للقيء، ميل للقيء ومغص وانتفاخ، وعلاجي بيكون بنقلل الاكل، بندي حاجه اسمها بروكاينيتك دراجز اللي هي ادويه بتحرك المعده وضد القيء شويه، بنبدا نعمل تغذيه خفيفه وبراحه وببطء، واحيانا ممكن لو حد واخد جرعات ضخمه قوي وفعلا حاله تستدعي ممكن اوقف الاكل شويه لحد ما اتاكد ان الجهاز الهضمي يشتغل كويس. فالبروتوكول العلاجي يشبه علاج شلل المعده، والناس بتخاف قوي من شلل المعده، مع ان متوقع جدا مع انتهاء مفعول الدواء احنا بنرجع طبيعيين. يعني كلمه شلل انا بشوف تعليقي عليها انها اضخم بكتير من من السايد افكت اللي ممكن يحصل مع الدواء. يعني Trust in every product, our passions just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty every day.